لو زوجك موظف أحسن طريقة تنفذي بيها النفقة هي الحجز على مرتب. طيب أنا باخد نفقة أعلى من مرتبه، كده هيحجزوا على المرتب بتاعه كله؟ لأ، القانون ادالنا الحق في حجز على 40% فقط من مرتبه، ممكن توصل ل50% لاعتبارات أخرى. طب يا أستاذة الباقي أنا أقدر أخده إزاي؟ تقدري تاخدي الباقي بدعوى متجمد الحبس. يعني إيه؟ يعني هو بيقبض 10,000 جنيه، تم الحجز بس على 2000 أو 3 دي اللي انت بتاخديهم، وانت نفقتك 5000 جنيه، فباقي من الخمسة 2000 جنيه، بتجمعي 10 شهور أو سنة بتروحي ترفعي بيهم دعوى متجمد بالحبس. طب الصيغ التنفيذية اللي أنا مقدماها في الشغل بتقولي ساعتها للقاضي إنك بتنفذي عليه في عمل، وإن الصيغ التنفيذية كلها هناك، وبتطلبي تصريح من المحكمة باستخراج صورة طبق الأصل من الصيغ التنفيذية اللي موجودة هناك. طبعا هما بيطلعوا لك صورة طبق الأصل من الصيغة التنفيذية اللي عندهم مختومة بختم المكان، وانت بتسلميها للقاضي، فالقاضي طبيعي بيحكم لك بالمبلغ المتبقي ليكي.